معانا كابتن احمد رضا عضو نادي مصر كاس الطاوله. بنرحب بحضرتك في كاس الروز. اتكلمنا النهارده عن تنظيم بطوله الجمهوريه للفرق تحت 17 تحت 19 سنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنرحب بيكم في البطوله بطوله الفرق اللي احنا بنسميها بطوله الفرق الحافز الرياضي، لانها بيترتب عليها ان كل الولاد او البنات اللي في الثانويه العامه بيبقوا ياخدوا عليها الدرجات بتاعه التفوق الرياضي اللي بتضاف ليهم في الثانويه العامه. البطوله دي تحت 17 سنه وتحت 19 سنه، سواء للبنات او سواء للولاد. انتهى الى الان بطوله الفرق 17 سنه للبنات، فاز فيها النادي الاهلي بالمركز الاول ونادي الزمالك بالمركز الثاني، وكان ماتش جميل جدا بصراحه. والماتش فضل لحد اخر وقت فيه، احنا مش عارفين مين اللي هيكسب الاهلي ولا الزمالك. وبعدين بيتلعب دلوقتي النهائي 19 سنه بنات برضو ما بين الاهلي والزمالك، والترابيزه اللي جنبيه بيتلعب نهائي الولاد برضو اهلي وزمالك تحت 17 سنه ولاد. وبمجرد الانتهاء من ماتش الولاد 17 سنه الاهلي والزمالك هيبقى في 19 سنه برضو ما بين الاهلي والزمالك. البطولات دي كلها طبعا بتبقى تعتبر احتكاك للبطولات الدوليه اللي احنا بنشارك فيها. الحمد لله رب العالمين، كانوا الابطال بتوعنا دول والبطولات بتوعنا دول كانوا مشاركين في بطوله مصر الدوليه اللي هي كانت في الفتره من 24 اكتوبر ل 30 اكتوبر. الحمد لله البطوله دي كانت على قدر كبير جدا من اللعيبه العالميين اللي موجودين فيها. كان مشارك فيها 22 دوله، وكان مشارك فيها تقريبا حوالي 360 لاعب ولاعبه. الحمد لله رب العالمين ظهرت بالمظهر المشرف اللي يليق باسم مصر ما بين الدول. والحمد لله ال 22 دوله كانوا منهم دول اوروبيه ومنهم دول اسيويه ومنهم دول عربيه ودول افريقيه، تشكيله كبيره يعني. وكانت بطوله جميله جدا بصراحه، وشرف الاتحاد المصري ان هو كان بيستضيفها على ارض مصر بتنظيم من الاتحاد الدولي لتنس الطاوله. وانا حابب بمناسبه اللي احنا اتكلمنا عن بطوله مصر الدوليه ان انا اشكر كل الجهود اللي ساهمت في نجاح البطوله وظهورها بالمظهر ده، واولهم بصراحه رجال الاتحاد المصري لتنس الطاوله، سواء مجلس اداره الاتحاد المصري لتنس الطاوله او سواء العاملين في الاتحاد. بشكر جدا الاستاذ محمد قطب، وبشكر جدا الاستاذ مصطفى قطب، وبشكر جدا الاستاذ محمود التطاوي، وبشكر جدا الاستاذ محمد طه، وبشكر جدا الاستاذ ريتشارد ونور ومصطفى. كل الموظفين اللي في الاتحاد بصراحه كانوا على قدر كبير جدا من المسؤوليه، وهم كانوا بصراحه شعله نشاط في البطوله، وكانوا قايمين بادوارهم على اكمل وجه. بنشكرهم واحد واحد بصراحه، يعني انا كان لازم نذكرهم واحد واحد يعني. ومش بس كده، احنا عندنا باذن الله رب العالمين من الحاجات اللي هنتشرف برضو بتنظيمها على ارض مصر وهيقوم الاتحاد المصري باستضافتها، هي بطوله الانديه العربيه باذن الله خلال الفتره من 25 ديسمبر ل 31 ديسمبر في استاد القاهره باذن الله رب العالمين. دعواتكم ان ربنا يكرمنا فيها، لان تقريبا هيبقى فيها حوالي من 35 نادي من كل الدول العربيه ممثلين في البطوله دي، وبيبقى الانديه غالبيتها جايبه محترفين اجانب، وفي بعض الدول بتلجأ انها بتجيب محترفين صينيين من التصنيف الاوائل على العالم كمان. ان شاء الله رب العالمين الاتحاد المصري يشرف مصر كلها في تنظيم البطوله دي، وانا هتشرف انا على المستوى الشخصي ان انا هكون مدير البطوله دي باذن الله. دعواتكم ان احنا ربنا يكرمنا وننجح باذن الله رب العالمين، ونعمل بطوله تليق باسم مصر. شكرا جدا كابتن احمد، نورتنا في شاشه. الف شكر، ويا رب دايما معانا كده مشاركين معانا في كل البطولات باذن الله.